التعليم الفني نهضة قادمة لمصر، صناعيا، زراعيا، تجاريا، وفندقا. يعتبر تقريبا اول ايفنت للتعليم الفني تسجيل الشهاده يعني مؤتمر جلسه فتحنا فيها الاعمال السوفت اوبننج زي ما قلت يعني شرفنا نائب اللي هو كان موجود في المحافظه نائبا عن المحافظ لانه مسافر وجاي النهارده بعد الظهر. في اليوم الثاني من المنتدى الأول للتعليم، المنتدى الأول الفني ودوره في تلبية احتياجات الصناعة بالأكاديمية. أهلا وسهلا بكم. النهوض بالتعليم والتدريب الفني في جمهورية مصر العربية، لأن مصر لما فعلا زي ما كل الإخوة العرب دايما بيأكدوا في كل مناسبة فعلا مصر هي قلب الأمة العربية. لما تنهض كل الأمة تنهض. وأطيب أمنياتي لي وللوزارة بالتوفيق، وطبعا بشكر هيئة قناة السويس مع الفريق مهمة مميش وفاهمين العلاقة. بشاكر جدا مشاركة هيئة قناة السويس ومشاركة كل الهيئات ودعم كل الهيئات الأكاديمية. الايفنت ده يعتبر تقريبا اول مؤتمر نبتدي نعرض فيه الاستراتيجيه بتاعتنا كوزاره التعليم الفني والتدريب في الفتره القادمه ان شاء الله. لما بيجي نتكلم وانا عارف الاكاديميه البحريه كانت من الجهات السابقه بكده ان هي واخده اعتماد من الاي سي اي ويمكن الاي سي اي اعتقد الانستتيوشن سيفل انجينيرز على المناهج بتاعتها. الولاد بيبقوا اكريديتد من بروفيشنال انستتيوشن محترم زي كده، لان الولد بيبقى واخد الجراديويت ممبر، وبعد كده طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان هو لازم يحصل يعني يبقى في رانك لغايه لما يوصل يبقى تشارتر او فيلو او ما الى ذلك. بالنسبه للتدريب المستمر لازم يكون ده هدف اساسي بالنسبه لنا، ان اي حد الدوله تدعمه علشان يتدرب لازم ان هي الاول توري له الطريق، السكه هي دي، وفي نفس الوقت لازم هو مع على وزاره التربيه والتعليم طبعا الوجه الاخر للعمله، وطبعا النقاط والوزارات الاخرى المعنيه بهذا. طبعا احنا عندنا المشاكل برضه يعني مشاكلنا يعني طبعا مدارس التعليم الفني عندنا البنيه التحتيه فيها برضه بعض المشاكل كبير ومتشعب، لكن يعني نحن الحته اللي احنا نفهم فيها او لنا سابقه خبره كاكاديميين وكجمعيه مصريه بريطانيه وخصوصا ان معدل الجنسيات في اوروبا ودي حاجه لازم نبقى حاطينها في استراتيجيتنا 1.7 وبيقل. فبس ان السيد العالم تطوير المناهج وفقا للمعايير الدوليه والمتطلبات المحليه ايضا. ترخيص مع الصناعه من خلاله اقدر يقولوا لي دي هي مهارات وقدرات احنا عايزينها. الترخيص الحقيقه هو الشركات اللي هي دلوقتي بقت منظومه مؤسسيه اللي هي في بعض الدول بيسموها مجالس المهارات. لا بقينا نقول له بص انت عشان تشتغل معانا لو سمحت، لو انت عايز تدرب معلمين والانفراستراكشر في مشكله، عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه. لو انت هتدرب لتنسيق هذه الجهود، أردت أن أسمع كيف نصل لهذه الآلية وشكل هذه الآلية وشكل المنظمة. كلنا مش مسؤولية الوزارة ولا الحكومة لوحدها ولا البلد دي هتكون أبدا لوحدها. طول ما احنا وصينا على الحكومة المفروض هي اللي تعمل وهي اللي تعمل. لا. الرؤية بتاعتنا في المجلس لما إن شاء الله يبقى هيئة. شكرا. بقول لك بعد اذنك الموضوع الكاميرا التفاعليه اللي انا ممكن احط الحاجه المجسمه بقى. الموضوع كانوا بيبقوا الاول قاعدين قدام المعلم ويبصوا على محمود
عاملينه بحيث اي طالب ولا يحطه هنا في اللكر ويحطه. تعليميه مصريه 100% لتطوير التعليم الفني والهندسي. ان احنا نبتدي التعليم الفني يرتبط بسوق العمل، سواء من خلال المناهج اللي بتتحدث وده اللي احنا جاري العمل فيه فعلا، سواء من تطوير البنيه المدرسيه نفسها، والاهم بقى من ده كله تطوير المعلمين. دي هنعرفها يعني الاهداف طبعا ان احنا نعرض الاستراتيجيه ان اصحاب المصلحه يفهموا ان احنا ناخد نستفيد ونستنير باراء كل الناس اللي موجوده، والحاجات السبيسيفيك طبعا هتبان فيها توصيلها. اشكرك. التعليم الفني نهضة قادمة لمصر.